بشرى سارة وخبر مفرح جدا لكل أصحاب المعاشات. معاش شهر يناير 2026. اعرف هتقبض امتى معاشك في شهر يناير للسنة الجديدة 2026. هنتعرف على الميعاد وكمان منافذ الصرف. كثير جدا في مصر من أصحاب المعاشات وكمان المستحقين والمستفيدين بيتساءلوا عن موعد صرف المعاشات، وخاصة في شهر يناير للسنة الجديدة 2026. وده من المقرر بتبدأ الهيئة القومية إنها تعلن لما يقارب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وده في إطار جهود الدولة علشان الحماية الاجتماعية. هيكون الصرف يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، وده بناء على آخر التصريحات عن معاشات يناير 2026. هيكون يوم الخميس 1 يناير 2026. كمان بتوفر الهيئة قنوات كتيرة جدا عشان تاخد معاشك بسهولة: مكانات الاي تي ام وفروع البنوك ومكاتب البريد، وكمان ممكن تاخد معاشك عن طريق المحافظ الإلكترونية. بيتزامن صرف المعاش مع تطبيق القرار رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني في نفس التاريخ، وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية. بالنسبة لتفاصيل الزيادة الجديدة، الزيادة في الأجر الاشتراك التأميني واللي ارتفع ل 2700 للحد الأدنى و16700 للحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني. وبكده نكون اتكلمنا عن أهم الأخبار لأصحاب المعاشات وموعد صرف معاشات شهر يناير 2026. لو عندك أي استفسار اكتبه لنا أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.